يعني لولا البوليس كان زمان يموت في ايديهم. ده الضابط رئيس المباحث ضربوه ركلوه بالجزم، وانا تحديف بالميه وتحديف بكراتين الميه، وبقيت عشان ايه؟ طيب عشان ايه؟ يعني هنا اصل انا شايف ده يعني في اعتداء بالايدي عليك وصل لحد تمزيق ملابسك. ادي اللي باقي من القميص يا استاذ وهاب، ادي الباقي صوره اللي باقي من القميص، والفانيله اتقطعت والدنيا والناس شالوني، الظباط شالوني بالقوه ودخلوني جوه المجلس تاني، عايز مش هروح عربيتي امشي، شالوني تاني واتبهدلوا الظباط، و4 ساعات مش عارف اخرج من مجلس الدوله، احتجاز في مجلس الدوله. عشان ايه؟ عشان لجأت للقضاء يقول كلمته. طيب دكتور حسن، يعني هنا الاستاذ حمدي الفخراني يعني هنا بيتهم جماعة الإخوان المسلمين وميليشيات الإخوان، يعني أنا بقول يعني فلنكن محددين، أنت واثق أن الذين هاجموك من شباب الإخوان ومن جماعة الإخوان؟ محضر وسميتهم، عملت محضر في اسم نقطة مجلس الدولة، واتهمت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات حزب الحرية والعدالة وأتباع أنصار الدكتور محمد مرسي بأن هم اللي هيتعدلوا عليا. طيب دكتور حسن، هنا البعض كان يثير مخاوف انه والله سنصل الى المرحله انه يبقى في ميليشيات للاخوان يعتدون بالضرب على كل من يختلفون معه. هل ما قاله الاستاذ حمدي الفخراني هو يتهم جماعه الاخوان المسلمين بالاعتداء عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انا بحيي حضرتك، الله يحييك، بقول ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرم مصر في شهر رمضان الكريم، وان شاء الله هتكون ايام كريمه تتحل فيها هذه المشاكل. الحقيقه في حكم الشرع حديث جميل قوي. الرسول عليه السلام بيقول حديث غايه في القمه، بيقول ايه؟ اذا جاءك احد الخصمين وقد فقعت عينه، يعني واحد جاي لحضرتك يا استاذ وائل في البرنامج مش هدومه متقطعه، لا عينيه مقلوعه وواقعه على وشه، بيقول لك فلان خلع لي عيني. الرسول عليه السلام بيقول حاجه جميله قوي، بيقول لك فلا تحكم له، اوعى تطلع من لسان حضرتك تقول له انك انت مظلوم. بيقول لك ايه؟ فرب ان الاخر قد فقعت عيناه جميعا. فده الركن الاول، انه لا ينبغي ابدا. بس انا مش عاوز ان انا احول الضحيه في النهايه الى متهم. لا انا بتكلم كلام قانوني على فكره، لانه دي موجوده والفيديو موجود بحالة الاعتداء كامل. اكمل. هو فيديو ذكر اتهاما فمن حقي ان ادافع. فانا بقول حضرتك احنا امام جريمه، انه في شخصيه عامه اتمزقت ملابسها، فدي جريمه. نتكلم على الجريمه لوحدها وبعدين نتكلم على الظروف. اما نتكلم على الجريمه ان جاي زميل لنا وسياسي هدومه مقطعه، لا نستنكر هذا استنكارا عظيما، ان مجرد سياسي تتقطع هدومه عشان الرأي، فده امر مرفوض جملة وتفصيلا. اما انه في جهة اسمها الاخوان لها ميليشيات، فهذا افتراء عظيما، زي ما جريمة تقطيع هدومه عظيمة وانا اتعاطف معاه تعاطف عظيم، فايضا الافتراء ان الاخوان لهم ميليشيات وامر لن ننويه ولن نفعله على الاطلاق، لاننا جماعة تدعو بالحسنى وتربي افرادها على مكارم الاخلاق، وكل امورنا سلمية، وياما تعودنا من مبارك ضربات ومظالم ولم نواجهه باي نوع من انواع الميليشيات. وحضرتك تعرف ان الاتهام اللي بالميليشيات اللي اتهم بخيرت الشاطر كان اتهاما ظالما مختلقا له، وحكم له بالبراءة بالاحكام المدنية، ثم حوله مبارك بافتراء على القضاء وانتهاك لسلطة القضاء، ولغى الاحكام المدنية وحوله الى سلطة عسكرية. الامر الثاني، لا دي قضايا صناعة أمنية. الله ينور عليك. لا لكن لا معلش، لا معلش، لا على لانه كلمة ميليشيات، يبقى اذا